السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية جميعا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كده البقلاوة او تاج الملكة زي ما بتسموها عندكم يعني في اي مكان. من اول العجينة لحد التسوية، وبمكونات بسيطة ومن غير اي تعقيد في الشغل ولا في الفرد ولا في اي حاجة خالص. هنسمي الله ونبدأ بقى في التحضير. هنجيب هنا، انا هبدأ معايا بالشربات. انا هعمل كمية من الشربات كتيرة علشان انا بحبها تكون مركونة عندي. انتي بقى على حسب ما انتي عايزة. يعني انا كان معايا هنا 4 كوبايات من السكر الحبيبات، كان تقريبا بالظبط كان كيلو من السكر. هحط عليهم ادي اول كوباية مية وادي التانية. ما بحطش بقى مية تاني، يعني ال4 كوبايات سكر عليهم كوبايتين من المية، عليهم عصرة ليمونة، يعني نص ليمونة او ليمونة كاملة. انا عاملة هنا ليمونة كاملة عشان الكمية معايا. احطهم بقى على البوتاجاز، واول ما يبدأ في الغليان، من اول ما يبدأ في الغليان بالظبط 8 دقايق، وبطفي النار عليه وبرش رشة فانيليا وخلاص. هنا بقى العجينة معايا، انا جبت نص كيلو من الدقيق وعليه معلقة من الملح و3 معالق من الزيت، ومعايا كوباية كبيرة من المية. بنزل بالمية كده بالتدريج، ما بحطش المية كلها مرة واحدة، وببدأ اعجن فيها لحد ما احس ان العجينة لمت معايا. هي ما بتاخدش يعني النص كيلو من الدقيق ما بياخدش معايا اكتر من كوباية مية من الكبيرة، بس بنزل بيها بالتدريج لان مش كل الدقيق زي بعضه. يعني هو بياخد من كوباية لكوباية الا معلقة، على حسب نوع الدقيق اللي معاكي. انا بالظبط الكوباية كملت معايا النص كيلو دقيق بالظبط، ومحتاجتش مية تاني. انا هنا بصوا العجينة لمت خلاص من الدقيق، انا كده مش عايزة مية تاني خلاص. بس فيها في الكوباية هنا كان فيها يدوب بس يعني معلقة صغيرة جدا. وانا بعجن كده هاخدها معايا، يعني هعجنها هاخدها معايا كده. العجينة هحس انها محتاجاها فهاخدها. هبدأ بعجن العجينة كويس جدا لحد ما احس انها ما بتتقطعش معايا. بص انا كل ما بعجن هنا بلاقي العجينة عمالة تتقطع معايا. بصوا انا هنا خدت خلاص المعلقة اللي في الكوباية، مش هحتاج مية تاني خلاص. هبدأ بقى افضل اعجن برضو لحد ما احس ان العجينة خلاص مش بتقطع معايا خالص. يعني العجينة طرية ملمسها حلو جدا، لا هي بتلزق في الايد ولا هي ناشفة. يعني انا لا عايزاها قاسية قوي ولا ناشفة قوي، بس هي ملمسها حلو جدا. انا ببدأ بقى افضل برضو بصوا لحد ما احس ان العجينة خلاص، يعني اللي هي لما تكورت معايا كده ما بتتقطعش معايا في العجين كده، خلاص بتبقى العجينة معاكي جاهزة، ما بتحتاجش اي حاجة تاني. مدة العجن ما بتقلش عن 10 دقايق علشان تطلعي بنتيجة ممتازة معاكي. خلاص هنا انا كل الحكاية اللي انا هسيبها هغطيها، بس بغطيها بكيس بلاستيك علشان خاطر وشها ما ينشفش مني او يقشف معايا، وبغطيها برضو بفوطة وبسيبها ترتاح بس 10 دقايق. انا بعملش. بصوا بقى ملمس العجينة هنا اما ارتاحت، العجينة لا فيها خميرة ولا اي مادة رافعة. فالحكاية كلها ان احنا مش بنخمرها ولا اي حاجة، انا بسيبها ترتاح علشان خاطر اما ابدا اقطع فيها تتقطع معايا بكل سهولة. بصوا العجينة بجد ممتازة جدا، بتتقطع معاكي بقى سهلة. هقطع الكمية دي ل 12 كورة. عايزة تقطعيها بالميزان علشان تبقى القطع كلها متساوية. اوزني الكورة عندك العجينة كلها وقسميها على 12 وبعد كده اطلعي بالجرامات وقسميها. انتي بقى مش عندك ميزان وعادي وعايزة تتعاملي، بصي بتقطعيها قد البيضة، يعني اكبر من البيضة شوية، او قد حجم الاستفندية الصغيرة خالص. المهم ان احنا نقطع العجينة ل 12 كورة. هبدأ بقى اساوي القطع كده. القطعة اللي هلاقيها كبيرة معايا هشيل منها حتة لحد ما اخلي الكمية كلها متساوية، واطلع منها 12 كورة واكورهم كلهم وهركنهم جنب بعض كده وبالتساوي عشان ابقى عارفة اول عجينة اول كورة انا كورتها. بصوا 12 كورة معايا قد بعض. بجيب بقى نص كيلو معايا من دقيق النشا، من النشا، دقيق النشا، ايوه اللي هو النشا الذرة. ما تستكتريش الكمية مظبوطة والله، بس انت بتاخدي على قد احتياجك للعجينة.
اهم حاجة النشا يكون تحت العجينة كويس وفوقها يعني انت ترش العجينة حلوة قوي بالنشا. وببدأ ابططها كده يعني اخليها زي القرصاية. بصوا ببدأ يعني اللي هو اجيب اول كرة انا بدأت فيها برش تحتيها نشا وفوقيها نشا كويس جدا. وببدأ افردها بقى زي القرصة بالظبط كده، بحط التلاتة فوق بعض واركنهم. وابدأ برضو اجيب كور تانية وابدأ اعمل تلاتة تانيين. يعني انتوا دلوقتي هتشوفوه بالظبط زي ما انا عاملة كده. ببدأ بحط بقى تلاتة تانيين فوق بعض، وهقولك دلوقتي برضو ليه. اهم حاجة ترش النشا كويس جدا من تحت العجينة ومن فوق العجينة، علشان النشا هي اللي هتخليها معاكي دايبة كده، يعني بتدوب معاكي وكمان ما بتلزقش في بعضها بتلزق معاها كده، وتعرفي تفردي الطبقات وتفرقيهم عن بعض، يعني تعرفي تفردي الطبقات عن بعض. هنا عملتهم كام 4 تطبيقات. هنا بقى ببدأ اقلب وعادي على فكرة انت لو عملتيهم كلهم من فوق بعض عادي مفيش اي مشكلة خالص، انت كده كده بترجعي تفرديهم. بقلب بقى التلاتة اللي انا عملتهم، اول 3 انا عملتهم، وبجيب اول واحدة انا بدأت بتبطيطها وبجيبها افردها معايا بالنشابة كده كويس. برش برضو تحتيها نشا ومن فوقيها نشا، واول ما بفردها وبركنها كده برش فوقيها نشا. وابدأ اجيب التانية وافردها برضو بنفس الطريقة وبالعين كده، يعني انا بحاول اخليهم كلهم مقاس واحد، يعني كل تبطيطة وكل فردة بخليها قد الفردة اللي قبلها. وكل شوية بتديري في العجينة عشان تخليها مدورة معاكي، ما تخليهاش لا مطولة ولا مستطيلة ولا اي حاجة. بتدوري العجينة وانت بتفرديها عشان تطلع مدورة معاكي. بصوا انا بدأت هنا برضو بفرد دي، وبرضو بفضل ادير فيها كده، ادير في العجينة عشان خاطر اخليها مدورة معايا. وبالعين على قد ما بقدر بخليهم كلهم حجم واحد، ارش نشا كده ما بين الطبقات وارص واحط التانية فوقيها. برضو التلاتة التانيين انا قلبتهم وخدت برضو اول كرة من الاخر، وهبدأ بقى كده برضو افرد فيها بالظبط زي ما انت شايفة كده. اهم حاجة بتحاولي تدوري العجينة، والعجينة طبعا تحتيها نشا مش لازقة، وبتلف معاكي بكل سهولة. كل ما بتلفي العجينة كل ما بتدور معاكي، يعني بتبقى مكورة مش مستطيلة ولا ليها شكل عشوائي كده ولا اي حاجة خالص. هنا بقى انا خلصت كل الكمية معايا فرد. برضو بحط نشا ما بين الطبقات، وببدأ احط العجينة رشة نشا تحت تحت بقى العجين كده تاني. وببدأ اجيبها بفرد بقى من النص، بقسم من النص، بجيب اول 6 طبقات من فوق الوش بقوم مديراهم كده. وبرضو بجيب نشا وافرد النشا واحط النشا ما بين الطبقات وارجع اقلبها تاني. يا رب اكون قادرة اوصل برضو الطريقة، بس زي ما انتوا شايفين برجع بقى اقوم قلبها على ظهرها، واحاول اظبط كل الاطراف ان هي تكون على قدها، يعني كلها قد بعض، مفيش طرف خارج عن التاني او طرف داخل عن التاني كده. بحاول اظبط العجينة ان هم كلهم يكونوا متساويين جنب بعض. والعجينة اللي انا احس ان هي او الفردة الرغيف يعني او العد الرغيف العجينة الفردة اللي هلاقيها حاسة ان هي داخلة لجوه شوية عن بقية الطبقات، بحاول افردها بخليها تكون متساوية مع كل الطبقات. ببدأ بقى اجيب النشابة اللي انت تحبي تستعمليها. يعني انا بحب الفرد بالنشابة دي، بحس انها بتريحني. لو عندك نشابة طويلة تشتغلي بيها، نشابة عادية جدا اشتغلي بيها، اي حاجة انت بتفردي بيها افردي. انا بحب النشابة دي، فبحب افردها بالطريقة دي. بجيب بقى من النص، بفرد من النص لبره، من النص لبره، من النص لبره. ما بفردش الاطراف، لا انا ابدأ من اول النص كده وببدأ افرد. تمام. علشان ما يكونش العجينة من النص ما تكش انا قوي على الاطراف، واسيب العجينة من النص تكون تخينة، مش او ارقق من الاطراف واسيب من النص تكون تخينة كده مش مفرودة. افردي دايما من النص لبره، من النص لبره. المهم خلاص انا فردتها يعني على قد ما اقدر بقى اتفردت معايا. وخلاص كل الطبقات بقت رقيقة.
ببدأ اجيب كده القطاعة اللي هي زي بتاعة البيتزا، بس المشنشرة اللي احنا بنقطع بيها كعب الغزال والبنين والحاجات دي، او اي قطاعة بقى. يعني انا حبيت القطاعة دي عشان هتدي شكل في الاخر حلو. والمسطرة دي عندي انا مخليها بس لاستعمال الحلويات في المطبخ، ما بستعملش بيها اي حاجة تانية. ببدأ بقى اقطع الطروف كده، اخلي الطروف اللي مش متساوية دي بقطعها خالص. عادي انت ما بترميهاش، بتستعمليها، بتنشفيها وبتعمليها وبتعمليها كده بالسكر بتبقى حلوة، او بتعمليها ام علي عادي. المهم ان احنا بنقطع كل الاطراف زي ما انتم شايفينها، بتخلوها متساويه، المهم انها تكون زي مستطيله كده. ببدا بقى اجيب المسطره والقطاعه اللي معايا واقطعها بالعرض وبالطول. العرض قد الطول، يعني هي دوبك قد عرض المسطره، عرض وبالطول برضو قد عرض المسطره، يعني في العرض بتاعها قد عرض المسطره بالظبط. تبدا بقى تديني الشكل ده. باخد كل طبقه وبنفضها كويس قوي من النشا، لازم انفضها من النشا، بنفضها كويس جدا من النشا. وابدا اجيب الطرفين دول كده والزقهم، والعجينه بتتلزق معاكي بكل سهوله. واقوم جايباها كده، يعني بصوا اول ما بتنفضوا النشا منها بتلزق معاكم بكل سهوله اهي. بصوا لزقت الطرفين دول، واجيب الطرفين التانيين كده وابدا اعملهم بالمنظر ده. عندي صينيه بقى انا مش دهنها اي حاجه خالص، وبرص العجينه معايا في قلب الصينيه دي جنب بعض. لازم انفض منها النشا كويس جدا وابدا اقفلها. بصوا الصينيه مش دهنها اي حاجه وبرصها بقى. باخد كده كل تقطيعه وانفضها كويس جدا من النشا. بصوا الطبقات كلها يعني سايبه بعضها، علشان خاطر احنا فردين رشين نشا كويس جدا عليها وفردينها كويس. بصوا هتشوفوا دلوقتي الرقه بتاعه العجينه يعني رقيقه جدا. بصوا زي طبقات الجلاش بالظبط، وارق كمان يعني خفيفه جدا. ببدأ بقى اعمل كل الطبقات. بصوا انا هنا كملت الكمية كلها، بس عشان ما اطولش عليكم برصها جنب بعض بالمنظر ده. ودي بقية الكمية. بصوا بقى هنا برضو جبتها من قريب. بصوا الطبقات. في الوقت ده بقى لو انتوا عايزين تحبوا تحشوها من جوه هنا مكسرات، احشوها عادي، يعني احشوها واقفلوا عليها. تحطوا بقى فستق مجروش، سوداني مجروش، بندق مجروش، اي مكسرات عندكم انتوا عايزينها بتحطوها بقى في النص وبتقفلوا عليها كده. وما بتستوي هي بتفتح معاكم شويه وبتلاقي المكسرات ظاهره. طبقات سايبه بعضها، والعجينه ممتازه جدا وطريه وحلوه قوي. خلاص هنا كده انا خلصت كل الكميه معايا ورصيتها في الصينيه دي مقاس 30 في 40، يعني الكميه دي تكفي معاكي صينيه كبيره ما شاء الله. معايا هنا بقى كوبايتين ونص من السمنه، ما تتخضيش من كميه ولو لقيتي بعد ما اسويها ان السمنه زياده، عادي جدا بتصفي كميه السمنه اللي باقيه وتتعاملي معاها بس اول ما تطلع من الفرن. لو ركنتيها بعد ما طلعت من الفرن الجلاش هي او البقلاوه معاكي هتشرب تاني السمنه، فاحنا مش عايزينها كده. انتي بتحطي كل كميه السمنه دي والعجينه بتاخدها، ما تقلقيش خالص. خلاص انا حطيت كل كميه السمنه، بدخلها بقى الفرن على درجه حراره 180، كنت مشغلاها تسخن. واول ما تاخد لون البقلاوه دايما بتاخد لون فاتح، ما بتطلعش متحمره خالص، يعني هي بتطلع يدوب اللون بتاعها اللي هو اللون الفاتح ده. حسيت ان هي خدت لون من تحت ولسه من فوق. بتعرفي ازاي؟ لما هتتكي عليها من فوق، هتضغطي على الواحده من فوق كده بتلاقيها نشفت معاكي، خلاص بتطلعيها، ما تحاوليش تديها لون زياده. انا بقى هنا الشربات معايا كان هنا برد، فانا نقلته في حاجه كده علشان خاطر انا عايزاه كان يبرد كده ويتقل، لان انا كنت عاملاه قبلها ببدري، يعني كنت عاملاها الصبح وانا اشتغلت فيها بالليل. المهم انا دايما بفضل بعمل كميه الشربات وبفضيها عندي في برطمان زي ده كده، وبعينه عندي في التلاجة او بسيبه على الرخامه، مبيجرالوش اي حاجه ولا بيسكر ولا اي حاجه خالص. هبدأ بقى احط الشربات على قد الكمية المناسبة اللي انا عايزاها، يعني ما تحاوليش برضو، يعني على حسب ما انتوا بتحبوا السكريات. بحاول بقى اخلي كل البقلاوة معايا كده تاخد شربات بالظبط كده. بجد طعمها جميل ودايبة دوب كده.
شغلها مش كتير، يعني انت مع الطريقة كده انت هتحبي الممارسة بتاعتها، ولو في حد معاكي يعني يساعدك في لم العجينة ان انت تخلصي رص العجينة في الصينية، سهلة جدا وانت بتعمليها في البيت بكل سهولة. بصوا كان هنا بقى الجنب ده كان اتنقى منه كام واحدة كده اتاكلوا. بصوا انا هنا سبتها تبرد بس شوية، دايبة جدا وطعمها حلو قوي. والسمنة طول ما انت مستعملة نوع سمنة كويس هيفرق معاكي، السمنة البلدي طبعا هتفرق معاكي في الطعم وفي الريحة وفي كل حاجة. طريقة التقديم بقى قدميها زي ما انت عايزة. انا قدمتها في طبق كده ورشيت عليها شوية من الفستق، شوية من المكسرات، شوية من السوداني المجروش. اهم حاجة يعني ادي بس لمسة كده شكلها وخلاص، يعني شكل جمالي ليها وخلاص. عايزة تاكليها سادة كليها، عايزة وانتي بتطبقي الطبقات على بعضها تحشيها مكسرات فستق او اي حاجة وتطبقي عليها كده براحتك. انا حبيتها سادة ورشيت عليها شوية مكسرات من فوق الوش كده زي ما انتوا شايفين. سهلة جدا وطريقتها مضمونة وممتازة. اهم حاجة بس تلتزمي بالطريقة بالمكونات اللي احنا قلناها وبالمعلومات اللي احنا قلناها، وهتطلع معاكي زي الفل. اعملي كل حاجة في البيت، وبجد والله طريقتها هتفرق. وكل سنة وانتوا طيبين. اتمنى بقى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.